يا أهلا بيكم في حكايات توم. النهاردة عندنا قصة أغرب من الخيال. قصة طفل اختفى يوم كامل، ولما رجع قال كلام لو سمعته بالليل هتنور النور. القصة: الطفل ده كان اسمه آدم، عنده 9 سنين. يوم خرج يلعب قدام البيت، وزي أي طفل جري بعيد شوية وبعدين اختفى. الأهل قلبهم وقع، الشرطة اتبلغت وكل الناس نزلت تدور، ومفيش أثر ولا كأن الأرض اتشقت وبلعته. بعد 24 ساعة كاملة ظهر فجأة عند باب البيت، واقف ووش مصفر بس سليم. اللحظة الغريبة لما سألوه رحت فين؟ قال حاجة غريبة جدا. قال في راجل طيب خدني من الطريق وكان لابس لبس أبيض، ومشيت وراه، بس لما رجعني قلت له أبوس إيدك استنى. اختفى. الأهالي اتصدموا، ولو بصيت في عين الطفل هتحس إنه فعلا شاف حد، بس مفيش كاميرات جابت الراجل، ولا حد شافه، ولا حد عرف هو مين أصلا. تحليل توم: بصراحة عندي 3 احتمالات. الطفل تاه وبخياله خدع نفسه، حد ساعده فعلا بس مش عايز يعرف، أو وده الاحتمال اللي ناس كتير قالت عليه، إن الطفل شاف حد مش من عالمنا. قولولي في التعليقات، لو ابنك رجع وقالك الكلام ده هتصدقه ولا هتفتكر إنه بيتخيل؟